من أساسيات البرمجة حاجة اسمها متغيرات أو variables. دي كأنها خزانة ليها نوع، ليها اسم، وليها قيمة. احنا لما بنكتب السطر ده من الكود كأننا بنقول للكمبيوتر يعمل خزانة، ونوع الخزانة ديت بتمسك الأرقام فقط، متقدرش تحتفظ على أي حاجة تانية. اسمها AnyName والقيمة اللي فيها صفر. لما نيجي نستعملها في الكود هنا عاملين debug.log AnyName، فرضنا هنا في الكونسول اهو طبعا زيرو، مع اننا مش كاتبين زيرو، كاتبين هنا AnyName. احنا لما نكتب اسم الخزانة الكمبيوتر بياخد القيمة اللي جوه الخزانة دي وبيستعملها في الكود. احنا ممكن برضو نغير القيمة اللي جوه الخزانة دي. هنلاحظ ان هنا بنكتب int، بنعرف نوع المتغير، ولكن هنا ما كتبناش int عشان هنا احنا بنعرفه. هنا احنا بنقول للكمبيوتر ان في متغير جديد. هنا بنقول ان في متغير اسمه AnyName كان موجود قبل كده بس انا عايز اغير قيمته، فعشان كده طبعا مش هنقول له تاني ان هو int. فاحنا دلوقتي لو كتبنا 10 هو مش هيطبع زيرو، هيطبع 10. احنا عندنا ابسط نوع من المتغيرات int او integer، ده قيمته هيكون رقم، ولكن ما يقدرش يكون رقم بديسيمال بوينت، يعني ما اقدرش انا اكتب كده. اللي يقدر بقى يحتفظ على ارقام بديسيمال بوينتس float. نكتب هنا 4.3، ولكن لسه بيعمل error عشان في الفلوت لازم نكتب f. عندنا برضو double، قيمته ممكن يكون رقم بديسيمال بوينت ولكن مش هنكتب له f في الحالة دي، ولكن معظم الوقت الناس بيستخدموا floats. السترينج قيمته لازم يكون كلام، حروف جوه الدبل كوتس ديت بيعتبر الكمبيوتر كلام حتى لو كتبنا ما بينهم أرقام. قار بقى بياخد كاركتر واحد، حرف واحد أو رقم واحد أو علامة واحدة، ولازم يتكتب ما بين سنجل كوتس، ولو ما اتكتبوش هنعمل ايرور. عندنا آخر حاجة بوليان، ده بياخد قيمتين بس، يا إما true يا إما false. البوليانز هنستخدمها بعدين لما نيجي نتعلم ال if statement، هنعرف نعمل بيها شروط. طيب سؤال بقى، احنا لو عملنا بوليان ولكن لو خلينا القيمة حاجة غير البوليان، يعني ده رقم المفروض ياخده يا اما int يا اما float يا اما double، ولكن حطيناه في بوليان هيعمل error cannot implicitly convert type int to boolean. هو هنا بيقول لنا ان ده المفروض يكون قيمة int في اول حتة. هنا بيقول لنا ان هو مش قادر يحول من integer لبوليان. هيحول 43 لبوليان ازاي؟ هيخليه true و false ازاي؟ نفس الحاجة لو خليناه string هيقول لنا cannot convert type int to string، ما ينفعش يحول الأرقام دي لكلام. احنا بقى لو عايزين نحوله لكلام هنكتب له كده، كده بقى string. عندنا هنا اهو متغير نوعه string، يعني لازم قيمته يكون كلام. my name اسمه، يعني اجي اقول للكمبيوتر my name هيرجع لي حسين، حسين ده هي قيمة المتغير، وطبعا هو كلام عشان نوعه string. جينا هنا عملنا debug.log my name، فكده مفروض في يونيتي هيطبع حسين. أول كود طبعنا فيه قيمة المتغير my name اللي هو حسين، بعديها غيرنا المتغير وخلينا قيمته محمد. مفروض هنا بقى مش هيطبع حسين، هنا هيطبع محمد اهو، في الكونسول مكتوب حسين وهنا مكتوب محمد.